السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن شخصية عسكرية جزائري. إنه القائد العسكري الطاهر زبيري، هو أول رئيس أركان للجيش الجزائري بعد استقلال الجزائر. ولد حوالي 1929 بمدينة صدراتي في ولاية سوق أهراس. شارك في الثورة الجزائرية بالقاعدة الشرقية، واعتقل وحكم عليه بالإعدام عام 1955. هرب من سجن قسنطينة في نوفمبر عام 1955 رفقة مصطفى بن بولعيد، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للأوراس. انضم إلى المركز القومي للأبحاث في عام 1995، وأصبح قائد ولاية ما بين 1960 و 1962. ساعد مجموعة الميسان في الوصول للحكم في عام 1962، ثم تولى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة رحمه الله، واسكنه فسيح جناته إن شاء الله.